يا السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد قسم الله هنا في فيديو جديد من قسم شو. ليلة أول شيء حابب أقول لكم كل عام وأنتم بخير وسنة سعيدة عليكم، وإن شاء الله سنة تأمين ولأمين فيها. فودعنا سنة الحمد لله فاتت بحزننا بزعلها بفرحها بنجاحاتها بفشلها. المهم الفات فات والكان ان شاء الله حنحاول نتكلم الفيديو ده عن حصل شنو السنه اللي فاتت وحيحصل شنو السنه الجايه ونتلم كيف اوكر. فتابعوا معنا الفيديو. بصور في الفيديو ده الساعه 11 يوم 31/12، يعني الناس كلها في حفلاتها وفي طلعاتها وفي برامجها، وصوجي قاعد في سوا بغني كابانا وانا ده قاعد شغال. الحزن يعني جد الحزن. كت يا مان ما قاعد اكمل. بس جيت عشانكم انتوا والله، ولا عشانكم انتوا والله، ما عشان حاجه ثانيه. ما احنا انا احضر الحفله كلها السوريات بس، ما احنا شراوت سوريا. المهم ما حنك يا جماعه. فالسنه الجديده حاليا باقي لها حوالي ساعه وتبدا. يعني كلام عميق كده قلت اكتب واقوله، فاهم؟ ما قادر او ما قدرت اكتب اصلا. الليله شنو صحيح؟ الليله السبت، فما حنك الحلقه حتنزل يوم الاثنين، يعني يوم 2/1، فما فرقت اليومين ديل للكلام اللي حقوله. المهم يا جماعه ما تخلوا بدايه السنه بتاعتكم كلها حفلات وبرامج ورحلات. اي نعم انا ما ضد الحاجه دي، ما عشان انا ما راح اقول لكم ما تطلعوا، لكن ما تخلوها كلها كده. وخد البوش بتاع الطاقه الايجابيه الظابطه دي وخدها وفكر انت عايز تعمل شنو السنه. فكر الحياه اللي انت ما عملتها السنه اللي فاتت عملها هسه كيف. حاول استغل البوش بتاع، فاهم؟ انت بتكون ماشي في الشارع، الطاقه الايجابيه دي مجدعه في الشارع يا مان. شيل وشوف ده تعمل شنو، شيل وشوف ده تعمل شنو. خليها نقطه بدايتك. يعني مثلا انا لما اجي اقرا الساعه 4:35 فاقول يا اخي ما حقدر اقرا، خلي الساعه 5 تجي، لانه رقم 35 ده ما ظريف، فهمت؟ فبنفس الفكره خلي بدايه السنه يوم 1/1/2023، خليها نقطه بدايه. انه انت طيب انا كده، فهمت؟ الموضوع نفسي اكثر مما هو يعني براكتيكال تقدر تشتغل فيه، فهمت؟ فعشان كده حاول تضيف لحياتك في السنه الجديده عادات ظابطه، او على الاقل تخلص من العادات السيئه اللي انت كنت بتعملها في السنه اللي فاتت. لو ما بتقرا قران ابدا اقرا قران، لو ما بتتمرن حاول ابدا تتمرن، لو مذاكرتك ما كده حاول تظبط امورك فيها. زي ما قلنا كل الناس في الوقت ده او في الايام دي بتساعدك بطريقه غير مباشره، يعني فاهم؟ بتلقى الناس دي بتوزع بوزيتيف انرجي فور فري في الشارع، فاهم؟ الناس دي كلها مبسوطه، الناس دي كلها دايره تشتغل، الناس دي كلها فرحانه. منهم اللي حيكمل لكن، فهمت؟ فانت لقت من الناس دي كلهم وخليك انت اللي حتكمل، فهمت الفكره؟ تعرفين يا جماعه اكتر حاجه بتضايقني في يوم 31/12 ده كل سنه شنو؟ انه يكون في عز الشتاء، بكون قاعد في البيت ما قادر اطلع، ما قادر اسوي اي شيء، فاهم؟ انتوا قاعدين قاعد الليله في البيت يعني حبا في الشغل؟ اكيد لا. فانا الموضوع ده كبير شديد، فخلينا نتكلم الاسبوع الجاي عن الموضوع بتاع الشتاء، لانه الموضوع صراحه انا ما كبير شديد بالنسبه لي، ما حقدر اتكلم في ثواني صراحه. حاولوا ابدوا سنتكم بالدعوات الظابطه ليكم ولاصحابكم، لانه بجد ده اكثر حاجه سمحه ممكن تبدوا بها السنه، بدل تقضوها كلها تريقه وكلها يعني نحن كنا مفلسين السنه اللي فاتت وحنبقى مفلسين السنه الجايه، فاهم؟ لانه بجد يا مان انا اقتنعت تماما يعني بعباره تفاؤلوا بالخير تجدوا. فبجد تفاؤلوا بالخير عشان تجدوا الخير، ما تتشاموا يا مان. دي بدايه السنه، باخر حسوي شنو؟ في اخر الفيديو حابب اخذ اهداف او اخذ حاجات، ما كلمة اهداف دي كبيرة يعني، لكن حابب اخذ حاجات نفسية اعملها في السنة الجديدة، واشوف اخر السنة حاكتبها تمام، ونخدها في البرطمان ده. البرطمان قاعد في الاستديو معانا له سنة ما الله حاسبه، هنخدها ونطبقها ونخدها هنا ونقفلها، وشوف السنة الجاية في نفس الزمن ده انا وصلت وين فيها، عملتها ولا ما عملتها. فطيب انا كنت مجهز كم حاجه، تعال نشوفها. اول هدف واسمى هدف واكثر هدف انا حابب اوصله حاليا، نفسي اوصل ل 100,000 مشترك على يوتيوب او على فيسبوك. فاكثر شيء حاشتغل عليه الفتره الجايه، حاشتغل عليه السنه الجايه، حاشتغل عليه ايوه اكيد صراحه عشان اقدر اوصل الهدف ده. فده اول هدف حندونه في الورقه، ونيجي نشوف السنه الجايه نحن وصلنا وين فيه. ثاني شيء برضو في كم نفر كده عايز الاقيهم صراحه، ما كلهم بابليك فيجرز، لكن يعني داير الاقيهم عشان في حاجات يعني انا ما حقول لكم بس، لكن حكتبهم في الورقه ونشوف اخر السنه لاقيناه ولا ما لاقيناه.
فاهم؟ لو لقيتهم حتكونوا عارفين صراحه يعني فاهم؟ تعامل لنا فولو بس على الانستغرام تاني حكتبهم في الورقه ونشوف اخر السنه حيحصل شنو. نمره 3 صراحه عندي حاجات كثيره فقدتها في شخصيتي في السنه والسنتين اللي فاتت، كانت من اكثر الحاجات اللي انا كنت بحبها والناس القريبه مني بتكون لاحظت الحاجه دي. فهحاول بجد باي طريقه اني اقدر ارجع الحياه دي، او عايز اقل اعمل لها ما عايز اقل ده عايز اعمل لها ابديت عشان تكون احسن من زمان بكثير. لانه صراحه انا ما راضي عن نفسي حاليا في حاجات كثيره وفي جوانب كثيره جدا. فدي برضو دي ثالث حاجه انا حاكتبها في الورقه، ودي اكثر واحده مستعجل انه اعملها. فشوف واخر حاجه داير اكون سبب في ازعاج اكبر كميه من الناس باي طريقه من الطرق، فيديوهات بعمل فيديوهات، عمل خير بنعمل عمل خير، داير اعمل اي حاجه بقدر بخلي بيها الناس مبسوطه، وعايز اقل الكميه اللي انا بقدر عليها وفي الاريا اللي انا بقدر عليها. فدي انا واحد حاكتبها فاهم، لانه دي اسلوب حياه اكتر شيء بخليني مبسوط في حياتي اني تفضل مبسوط بسببي. فدي ما حاجه حكتبها صراحه. كده عندنا 3 حاجات صح، حكتبهم في الورقه وحنطبقهم نخطهم في البرطمان ونشوف اخر السنه. خلاص كده انا كتبت ما يعني كلمه اهدافي واحلامي كلام عبيط صراحه، لكن يعني يقول حاجات نفسي اعملها فاهم. دي الورقه وده البرطمان قاعد في الاستديو هتشوفوا كل حلقه فهمت. فنعمل لها تاب ان ولنرى ماذا سنفعل في اخر العام. هنعمل فيديو عديد صراحه يعني عشان نشوف حاصل شو. في اخر الفيديو اتمنى عليكم سنه سعيده مره ثانيه وكلكم تكونوا مبسوطين وسنه كلكم فيها عابرين وتميزين في حاجاتكم في قرايتكم في اي حاجه. وفي اخر الفيديو احب اقول للناس ما تبالغوا في الاحتفالات والفرح، وتذكروا الاسايمنتس والامتحانات اللي رجعكم. في الاخر كان معكم محمد قسم الله، هنا قسم شو. هابي نيو يير. السلام عليكم. خلاص بعد دعونا خلينا ننتهي من الكلام ده عشان نبدا نجهز حلقه الشتاء، لانه صراحه ده اكثر شيء انا مساعدني حاليا ومحتاجين نصور عنه فيديو. اسمع كلامي، ما حنكتب حلقه اصلا، حلقه جاهزه واكشن.